إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة مع بعض هنعمل سلطة البابا غنوج. وطبعا سلطة بابا غنوج من السلطات اللي بتتقدم جنب أكلات كتير، وممكن تتقدم وجبة لوحدها. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بقى البتنجان الرومي. أول حاجة طبعا غسلته كويس وبنصفيه بقى من أي مية فيه. لو عندك صاجة بقى ممكن نحطها على عين البوتاجاز ونشوي عليها البتنجان أو الشياطة بتاعة الرز. ولو مش متوفر عندك هنحط البتنجان بتاعنا على عين البوتاجاز، وطبعا النار عالية، وكل 5 دقايق هنقلب البتنجان بتاعنا لحد ما يستوي كده من كل جنب. هنعرف بقى ان البتنجان استوى معانا ازاي واحنا بنقلبه كده. هنجيب السكينة، هنلاقي البتنجان بتاعنا قلبه طري، القشرة بتاعته نشفت من بره وقلب البتنجان طري معانا. شويت البتنجان بقى هو سليم زي ما هو، لكن لو بتشويه على صاجة ممكن بالسكينة كده تعملي فيه فتحات عشان يستوي معاكي بسرعة. هنتأكد بقى ان البتنجان بتاعنا استوى من كل جنب. هنسيبه بقى لحد ما يبرد. وطبعا في كتير مننا يحبوا يبردوا البتنجان، يحطوه بقى في مية، وده طبعا بيغير من طعم البتنجان، من طعم الشوي اللي هو خده معانا، من طبعا الريحة المدخنة اللي خدتها البتنجانة معانا وهي بتتشوي. فعشان البتنجان يفضل معاكي بريحة الشوي الجميلة هنسيبه بقى لحد ما يبرد تماما، وبعد كده هنقشره بكل سهولة بإيديكي أو بالسكينة. مش هياخد منك وقت ولا حاجة. بنقشرها مع بعض اهو بالسكينة، وده شكلها بقى بعد ما قشرناها. هنعمل لها بقى تتبيلة حلوة. معايا بقى المفرمة بتاعة الخلاط، ولو عندك كبة تنفع معاكي برضو. نزلت بقى بالثوم، ومعايا فلفل رومي على حامي، وطبعا الحامي ده اختياري. هنزل بقى بالملح طبعا على حسب كمية البتنجان اللي انت عاملاها، ومعايا معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ومعانا عصير الليمون، وهضيف طبعا معلقتين كبار من الخل. وهنضرب بقى الكلام الجميل ده مع بعض. هشيل منها بقى معلقة كبيرة تنفع معايا بقى لو خللت طماطم او بتنجان مخلل. هضيف بقى نص كوباية من الطحينة، هضيفها بقى على التتبيلة، وهضيف عليها نص كوباية من المية، وهضرب بقى الكلام الجميل ده مع بعض بمطحنة الخلاط. وبعدين هفضيه عندي ببولة كده. هدي بقى البتنجان ضربة خفيفة كده، ضربة خفيفة عشان اخليه قطع ما يتهرسش معايا قوي. هضيف بقى الشبت واقلبه كده مع سلطة البابا غنوج. ما اقولكيش بقى على الريحة طبعا. وهضيف برضو هسوق كده وش الطبق بالشبت بتاعنا. ولو حابة تضيفي على وش الطبق بتاعنا زيت زيتون ينفع معاكي برضو، بس انا اكتفيت كده. هضيف بقى شرائح من الفلفل الرومي وشرائح من الليمون هزوق بيهم الطبق. وبكده يبقى عملنا مع بعض سلطة البابا غنوج. ما اقولكيش بقى على طعمها وعلى ريحتها طبعا. شايفين بقى ما شاء الله شكل الطبق يفتح النفس ازاي. وتقدري طبعا تحطيها في علبة في التلاجة، نكون مغطينها طبعا كويس، تقعد معاكي اسبوع ما يجرالهاش اي حاجة. جربوها بقى ويا رب تعجبكم. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الشركة في القناة وتعملي لايك وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني مع وصفات احلى مع ام جنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.